السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان، ومثل ما الكل عارفني شيخ سعودي. قضيت سنين طويلة من عمري في العلم والترحال بين البلدان، رحت وجيت وتغربت، وكل هذا لجل أمر واحد: إني أخدمكم بالعلم اللي الله سخرني له. يا جماعة الخير، بخصوص تنزيل المال، هذا علم حقيقي وحلال 100%، وأكيد أغلبكم صار يعرف أو سمع عن تنزيل المال، وعارفين إنه له طرق وأساليب تختلف من شخص لشخص ثاني. سبحان الله، أرزاق. ممكن ينزل لإنسان $1,000,000 وإنسان ثاني ما ينزل له ولا ريال، وبعض الناس ينزل لها مبالغ بسيطة، كل على حسب رزقه ونصيبه في هالدنيا. لكن الإنسان لازم يجتهد. خلوني أقول لكم مش صار معي قبل كم أسبوع. جاني رجال مقتدر وأموره حيل ممتازة ومرتاح ماديا، لكن كان يبي يسوي عمل تنزيلي للمال. سويت له الكشف وسألته: يا فلان، تبي فلوس كثيرة ولا قليلة؟ الرجال رد علي بدون تردد وقال: أكيد يا شيخ، أبي مبلغ كبير. قلت له: شوف، أفضل مادة لتنزيل المال بنسب كبيرة ومضمونة هي الزئبق الأحمر الفرعوني النادر. المادة هذه سعرها غالي حيل، ومو كل الناس تقدر على ثمنها، لكن نتائجها خيالية وتذهل العقول. قال لي الرجال: أنا مستعد وأقدر أجيب ثمنها، لكن عندي شرط: أبي الفلوس تنزل عندي في بيتي وتحت عيني. قلت له: أبشر بالخير، متفقين، وإن شاء الله راح تشوف اللي يسرك. المهم، توكلنا على الله وبدأنا العمل. وما مرت 3 أيام إلا والمبلغ الخيالي بين يديه في بيته، أكثر من $200,000,000. وأي شخص منكم يبي يتأكد من صدق كلامي يتواصل معي خاص، وأنا برسل له رقم الرجال يكلمه بنفسه ويسمع منه. طبعا أنتم عارفين وما يخفاكم، ما نقدر ننشر رقم الرجال على العلن في اليوتيوب لحفظ خصوصيته وأمنه. ممكن الحين يجي شخص ويقول: يا شيخ، أنا سويت عمل قبل كذا وما نجح معاي. أنا من موقعي هذا أقول لك يا ولدي ويا بنتي: العمل الناجح له شروط كثيرة، ومن أهمها الشروط هي النية الصادقة والتوكل على الله. الأهم في نجاح العمل هو الاستمرار وعدم اليأس والبعد عن التردد، لأن أحيانا سبحان الله يكون بينك وبين نجاح عملك وتوفيقك خطوة واحدة بس. وأخيرا يا أولادي وبناتي، يمكن البعض منكم يلومني ويقول: يا شيخ، أنت مقصر في النشر والظهور معانا. وأنا أقول لكم العذر والسموحة بحكم انشغالي التام بأعمالكم وقضاء حوائجكم، ما يفضى لي وقت أنشر على اليوتيوب. لكن بإذن الله الفترة القادمة بخصص وقت وزيد النشر وأطل عليكم أكثر. الحين أترككم في أمان الله ورعايته. انتظروني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.